السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده هنعمل مع بعض رغيفين شامي زي بتاع المحلات، ويمكن أحسن كمان. زي ما قلت لكم، أي حاجة معمولة في البيت بتبقى أحسن من اللي بره. احنا معانا في حدود كيلو ونص دقيق، على معلقة خميرة كبيرة، ومعلقة نص معلقة ملح، ومعلقة سكر وسط، ومعانا نص كوبايه زيت. عايزه تخليها زيت وسمنه مفيش مشاكل، بس انا ما كانش عندي السمنه فحطيت نص كوبايه زيت. زي ما قلت لكم كده، المتاح في البيت والموجود في البيت، وسموا الله، وان شاء الله باذن الله كل حاجه تطلع ما في ايديكي حلوه. احنا معانا كده حطينا المواد الجافه كلها، فرقناها مع بعضيها وقلبناها مع بعضيها بالماده الدهنيه بتاعتنا اللي هي الزيت. بصوا بقى، بواقي اللبن ديت انا ما اشتريتش لبن، زي ما قلت لكم انا وش لبن على شويه لبن رايب على بواقي لبن من بتوع اياد. وعملوا معانا على فكرة كمية حلوة، بس الكاميرا مش ظاهراها، يعني كانت عاملة بتاع أكتر من نص كيلو لبن. دفيناهم كده، هنخلطهم بالدقيق بتاعنا والحاجات اللي احنا حاطينها على الدقيق. هنسمي الله كده ونبتدي ايه نشتغل مع بعض. بس ما اقولكوش بقى، عبال ما خلصت العجين ده كانت ساعتها تعبت جدا وايديا وقفت، ومش انا اللي كملت العجين، عشان كده هتلاقوني برضو ايه، يعني في حاجات مش متصورة كاملة. شهد اللي كملت عجين. احنا بعد ما حطينا اللبن بتاعنا والمواد الجافه زي ما قلت لكم والزيت، كيلو ونص دقيقه خد معانا كوبايه ونص ميه دافيه. انا ما كملتش معاكم العجين زي ما قلت لكم، شهد اللي كملت العجين دوت ولمته، عشان كده انا ما عرفتش اصور. المهم الحمد لله يعني. احنا لفيناه كده وهنغطيه بالدقيق وهنركنه شويه بتاع نص ساعه او ساعه الا ربع لحد ما يخمر. كده العجين بتاعنا بس ما شاء الله خمر في ايدينا اهوت. هنطلع منه الهواء ونبتدي نشتغل. وزي ما قلت لكم انا ببقى مولعه الفرن قبل ما احط اي حاجه، بس انا دي المره دي مولعاه وموطيه عليه، عشان احنا هنسيب العيش ده يرتفع شويه. هنسيبه يرتفع بعد ما يتقرص وبعد ما يتفرد، هنسمي الله. وهنرش رشه دقيق كده في الارضيه اللي انت هتعملي عليها وتبتدي تقرصي. بصوا، هو العيش ده طلع معانا واحد صغير وواحد كبير. زي ما قلت لكم انا ما عرفتش ايديا كانت وجعاني، وشاهد ما بتعرفش تقرص. بس على قد ما قدرت يعني، قلنا ايه نطلعه، انا ما كنتش ناويه اصوره، بس شاهد قالت لي يا ماما طلعيه. وفي نفس الوقت بصوا برضو عياد يعني كان بيتعارك معانا، يعني كانت من كل ما شاء الله كانت ليله عسل يعني. الحمد لله. كده احنا خلصنا التقريص بتاعنا، هنغطيه شويه كده بتاع 10 دقايق او ربع ساعه، ونسيبه يرتفع شويه، وبعد كده نرجع له تاني. هناخد من اول واحده قرصناها. طبعا احنا معانا الصواني بتاعتنا ورا مدهونه زيت. لو انا ما عنديش الانبوبه، لو عندي الانبوبه كنا رميناه في الفرن الغاز على طول. هنسمي الله ونبتدي نشتغل كده. هو المفروض كان يصغر اكتر من كده، بس زي ما قلت لكم انا ايديا ما قدرتش، ما كنتش قادره اضم صوابعي جامد. هنسمي الله كده ونبتدي الرغيف اللي نفرده نحطه. بس والله العظيم طلع طعمهم زي السكر، ما شاء الله. يعني احنا اتعشينا وفطرنا بيهم. واخدين بالكم، اياد يشد الفرادة ويشد العيش. بس والله احلى حاجة ايد اياد، يعني ايد اياد اللي محلية الفيديو. هنفرد العيش بتاعنا كله، وبعد كده نوريه لكم تاني قبل ما نخلصوا عركة مع اياد. بصوا يا حبايبي دوت، ده جزء من العيش اللي احنا قرصناه. هنفرده كده ونسيبه يرتفع اللي هو ده، وبعد كده نكمل دوت ونسيبه نحطوه برضه على حاجة ترتفع. وبعد كده نبتدي ندخل الفرن. بتولعي الشبكة من فوق ومن تحت. بصوا ما شاء الله العيش زي العسل، طالع زي السكر. ما تعرفوش بقى قرص بكاكين عيش شامي، المهم طلعوا رغيفين حلوين وطعمهم زي السكر.
اتعشينا منهم وفطرنا منهم. بصوا بسم الله ما شاء الله، بقينا نحشي كده وناكل ما شاء الله. جبنه، اللي يحشي جبنه واللي يحشي مربى. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، كومنت حلو وشير، وفعلوا زر الجرس ينزل لكم كل جديد.